انتوا عارفين في ناس كده لما بتقعدي معاها تلاقيها بتتريق على طريقة حد، على كلام حد، على تصرف بتصرفه، على اي حاجة هو بيعملها. خلاص، سواء بقى صح غلط، هي بتتريق وبتنتقد وخلاص. الناس دي بعد شوية، يعني بعد ما تبقى قاعدة في الدور اللي هي بتحكم على الناس بقى وعمالة تنتقد في ده وده، بتتصرف نفس التصرف. بلاقيها والله العظيم بتتصرف نفس التصرف. ازاي بقى؟ مش عارفة. التصرف اللي هم خيلوا عليه او اللي اتريقوا عليه بتعمله، او اللبس او اي حاجة هي اتريقت عليها تلاقيها بعد شوية عملتها. طيب ليه بقى؟ ليه بيحصل كده؟ ليه؟ إيه... انت لما تنتقد حد او تحكم على حد، انت كده بتحط يعني نفسك مكان ربنا، اللي هو بتحط نفسك ان انت بتحاسب الناس. ما تتريق على ده وتنتقد على ده وتجيب في سيرة ده وتقول ده بيعمل كذا وده بيسوي كذا وتقعد تحكم، انت كده بتحط نفسك مكان ربنا. فايه اللي بيحصل بقى؟ ربنا ما يشوفك كده يقوم عامل ايه بقى؟ يقول طيب ماشي، انا هوقفك نفس الموقف او هعيشك نفس عيشته او يهيئ لك نفس الظروف اللي هو فيها، اللي الشخص ده فيها، عشان يشوفك بقى انت تتصرف ازاي. فبتلاقي نفسك بتتصرف زيه وساعات كمان بتتصرف اوحش منه، يعني نفس التصرف بس اوحش بقى على اوحش. فيا جماعة ما تخيلوش على حد ولا تتريقوا على حد ولا تحكموا على حد. شفت حاجة غلط او شخص بيتصرف تصرف غلط، ما تحكمش عليه، ما تتريقش عليه، قول الحمد لله زعفانة من هذا وخلاص. احنا مش ربنا هنا، احنا مش ربنا مش خلقنا هنا عشان ننزل نحكم على بعض. فيعني خليكوا في حالكوا وخلوا الناس في حالها، الله يكرمكم يا رب. بخصوص الفيديو اللي فات بتاع بلاش تحكم على الناس، في كذا موقف كده عايزه اقوله. يعني المواقف دي انا حضرتها بنفسي، وشفتها بعينيا وحاجات حقيقيه. كان في واحده يعني صاحبتي، بلاش اقول في اي مرحله، المهم يعني البنت دي كانت كل ما تشوف حد، بنت مثلا لابسه ضيق، ايه ده دي لابسه ضيق، وتقعد تمسكها تغسلها وتخيل عليها وتشتمها. خلاص، اتنين مثلا ماشيين مع بعض، ولد وبنت، تفضل تجيب في سيرتهم وتتكلم عليهم. مش عايزه اقول لكم كلام ممكن ندخل في الاعراض. خلاص، واحده مثلا لابسه طرحه عاديه، هي كانت مختمره، خلاص خيلت عليها، لبست طرحه. بعد ما خيلت عليها لقيتها لبست الطرحه. وعلى فكره انا عايزه اقول لكم ان كل الحاجات اللي خيلت عليها عملتها، او اللي اتريقت عليها او اللي انتقدتها عملتها، والله العظيم.